السلام عليكم المتتبعين ديالي العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. اليوم جيناكم فيديو جديد. صوص طوماط كتجي رائعه. غندير معكم جوج انواع، وحده الحريره وحده ديال البيتزا، وهي راه تصلحوا بها ديروها الكفته ولا ديروا بها البيض ولا ديروا بها لي بات ديالكم، ديروا بها اي حاجه كيخصها الصوص طوماط. ها هي عندكم في الدار بلا ما تشريوها، كتجي رائعه. خليكم معنا تشوفوا المقادير من الاول حتى للتالي. عندي هنا جوج خيزويات كبار او جزرات، عندي 5 الوريقات ديال سيدنا موسى، عندي معلقه ونص ديال الملحه. وكل الخيزويات انا درت جوج كبار، تقدروا ديروا 3 صغار. عندي هاد المطيشه البلديه منها 2 كيلو، هاد المطيشه الطويله عندي منها 3 كيلو، كتجي حمراء وزوينه وما فيهاش الماء بزاف. عندي كيلو ديال الفلفله حمراء، انا غنوريكم كيفاش تنقيوها سهوله بلا ما تضيعوا من الفلفله حتى شي حاجه. هاد راه فلفله يعني كنقدروا نديروا منها حتى الشاونيه اللي تلقاوها كثيره يبسوها، كتندار منها الشاونيه، بها كنديروا فلفله حمراء. انا هاد المطيشه غنقطعها بهاد العود ديالها اللي كتشوفوا، لانه هو اللي كيعطيها اللوغو للمطيشه. داك العود ديالها كيخلي فيها اللوغو ديال المطيشه. كنقطعوها هكا على 4 ولا على 5، يعني هي كتقطعوها واخا كبيره راه دابا تذوب ودابا تطحن، كتقطعوها بالطريقه اللي تعجبكم. المهم هاد العويد خليوه، راه يعني ما دابا نطحنوها ونصفيوها وغادي نحيدو ورق سيدنا موسى، نحيدو هاد العويدات ديال المطيشه، نقطعوها غير كبيره هكا. هاد المطيشه الطويله تبارك الله كتكون ملحمه، كتكون ما فيهاش الماء بزاف. نقطعوها ونقطعوا هاد الفلفله حتى هي نوريكم كيفاش نقيوها بسهوله. تدخلي العود لداخل وكتخرجيه، يعني ما كتضيعش تضيعي من الفلفله والو. ومنين تلقاوها في السوق راه وقتها هذه حيدوها، راه هي اللي كتبس، وبها كنديروا فلفله حمراء او الشاونيه، بها كنديروها. دابا هي اللي غتعطيني هاد المطيشه الطماطم ديالي، غتعطيها اللون وتعطيها المذاق. كتعرفوا الفلفله حمراء عندها واحد اللوغو غزال. نقطعوها بهذه الطريقه، واخا كتشوفوا الطنجره عمرات بزاف تبارك الله، هي تندكن فيها بيدي، يعني راه غادي غير تغلي، غادي تنزل، وما كنديروا فيها حتى شي قطره ديال الماء. كتجي رائعه تبارك الله. هانتوما هي غادي نديرها فوق البوطه من 30 حتى ل 35 دقيقه. انا غنغطيها واخا ما تغطاتليش مزيان، دابا نقص البوطه على ما تطلق لي الماء، وغادي نجهد البوطه ودابا نخليوها على ما تغلي. راه دغيا دغيا كتغلي، يعني ما كتهزش وقت كثير باش تغلي. وملي كنشوفوها غير بدات كتغلي شويه كنجهدوا البوطه. هانتوما بحال هكا، هي راه تبارك الله طلقات الماء. هانتوما ساعه ساعه هكا نحركوها. شوفوا الماء تبارك الله ما درناش فيها حتى قطره ديال الماء، ها هي طالقه الماء ديالها. ولو كان ما نجهدولاش البوطه تزيد تطلق لنا الماء اكثر من هكا، وحنا ما خصناش الماء بزاف. كتعرفوا الطماطم دغيا كطيب او مطيشه هكا، كنقابلوها بالتحراك وباش ما تلصقش معانا. هكا هي وجدات لي، انا غنطفي البوطه نخليها تبرد ونرجع معكم. وهي بعد ما بردات، انا راه عندي الكاس ديال مونيكس بلاستيك، داكشي علاش خليتها بردات. اللي عنده الميكسور يقدر يطحنها وهي باقيه سخونه، ماشي مشكل. انا خليتها تبرد حيت الكاس عندي خفت عليه ترتقي بالسخونيه. صافي كنطحنوها ونصفيوها. هانتوما خليكم معنا، راه كتجي تبارك الله رائعه. نطحنها ونصفيها وعاد نقسمها باش ندير ديال البيتزا بوحديتها وندير ديال الحريره بوحدها. وهي راه صالحه لنا تبارك الله بزاف حوايج. كنا نطيبوا بها العدس، نطيبوا بها اللوبيا، نطيبوا بها القطاني ديالنا، كل ما كتحتاج مطيشه هذه نخدموها لها. كنصفيوها بهذه الطريقه. نتوما واخا الا بقات لكم فيها الماء شويه ماشي مشكل، عاوتاني خليوها تقلى منين تصفيوها. كنبقاو معاها كنحاولوا معاها، غير كنضربوها على ديك الطنجره اولا البلاصه اللي كنصفيو فيها، او كنبقاو نديرو بحال اللي كنغربلوها دغيا كتنزل، واخا عاقده راه كتصفى. ودابا نكمل هذا الشيء اللي بقى لي ونرجع معاكم. وبعد ما صفيناها بوحدي
كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي غزاله. انا غنرجعها لفوق البوطه ونزيدها، هانتوما غتشوفوا معايا. هذيك الكبيره راني غادي نديرها هي ديال الحريره، الطنجره الصغيره هي ديال البيتزا. عندي 2 معالق ديال النشا هنا بومبي، غادي نزيد معاهم العطريه. غادي نزيد هنايا، عندي هنايا شويه ديال الثومه، شويه ديك العطريه الصحراويه، شويه ديال التحميره الكمون، الابزار، شويه ديال الملحه. غنزيدهم مع داك النشا ونحرك معاه الماء باش ما يتكوروليش، ما نرميهمش هكا على مطيشه باش ما يتكوروش، حتى نحركوه بشويه الماء عاد نزيدوهم بهذه الطريقه باش ما يتكوروا ما والو. صافي كنخويوها. كتعرفوا النشا نديروه في الحاجه كتعقد مع راهو غليانين. غادي نزيد داك النشا ونبقى مقابلها في التحراك حتى نطفي عليها. نكملها نزيد لها، انا غنزيد لها واحد الكاس لارب ديال الزيت مخلط نباتيه مع البلديه، شويه د البلديه وشويه نباتيه، وكنزيد شويه ديال الزعتر. نحرك ونطفي، ما نخليش ديك الزعتر يغلي اخوتي، نحرك مزيان ونطفي. كنطفيو البوطه ونرجع للاخرى عاوتاني حتى هي 2 معالق ونص ديال النشا وشويه د الفلفله حمراء وشويه د الملحه. هي ما غنديرش فيها الزيت لان منين بغي ندير الحريره راه نصب الحريره ديالي بشويه د الزيت، يعني ما طيشه بلا ما ندير لها الزيت. كنحركها هكا حتى كتعقد. نرجع نديرها في القريعات ديالي، راني درتها باش ما يطولش عليكم الفيديو، خليت غير باش تشوفوا الكثافه ديالها كيفاش كتجي بعد ما بردات. راه ما خليتها زعما سخونه باش نسد القرايه، بغيتكم تشوفوا كيفاش كتجي ملي كتبرد. كتجي رائعه تبارك الله. هذه راها ديال البيتزا، كتجي غزاله، هي باينه من القرعه كتشهي تبارك الله. كتجي ديروا يعني بها اي حاجه، غنديروا بها صوص طوماط، ها هي عندنا في الدار بدون مواد حافظه وغزاله كتجي رائعه. وبغيت نشكر الناس اللي كيدعمونا، الله يجازيكم بخير واللي يخطيكم علينا، وشكرا على ديك الكومونتير الزوينه ديالكم وعلى ديك اللايكات ديالكم، وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا والف مرحبا واللي يخطيكم. وهذا راه نهايه الفيديو، نتمنى من الله يعجبكم ونكون يعني خفيفه على قلوبكم. اللي بغى يديرها في الطنجره هكا 20 مينوت يدير لها الماء ويخليها 20 مينوت فوق البوطه. اللي بغى يديرها في الثلاجه ديروا لها غير شويه ديال الزيت على الوجه ديالها وخليوها، راها كتبقى مده سنه سنتين ما كيوقع لها حتى شي حاجه.